تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة اليوم صور سقوط طائرة بدون طيار في بلدية المعاريف دائرة الشلال ولاية المسيلة، حيث باشرت التحقيقات الأمنية تحرياتها. ويبدو أن الطائرة التي سقطت تشبه بشكل كبير طائرة ML 700 جزائرية الصنع، والتي يملك الجيش الجزائري أسطولا منها. ML 700 هي طائرة بدون طيار صنعها مركز البحوث والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجيش الجزائري. ومن خصائص ومميزات الطائرة الجزائرية أنها بطول 7 أمتار ووزن 35 كيلوغرام، وقادرة على التحليق 6 ساعات كاملة، ويمكنها تحقيق مدة طيران أطول قد تصل إلى 12 ساعة. علما بأن الطائرة المسماة ML 700 تعمل بمحرك ميكانيكي ذو أسطوانتين يشبه المحركات الميكانيكية العادية، وتبلغ سرعتها القصوى بين 190 و 200 كيلومتر في الساعة. أما سرعة تنفيذ المهمة في حيز جغرافي معتمد فتمتد من 120 إلى 140 كيلومتر في الساعة، تستخدم في الاستطلاع وتأمين الحدود. وأيضا هذه الطائرة بدون طيار صممت بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة، بحيث لا يمكن لأجهزة الرادار اكتشافها.